السلام عليكم. دعوني لأشرح لكم تطبيق الدولينجو. طبعا أنا في المرحلة الأخيرة، عندي هنا كل المراحل ختمتها، باقي فقط المرحلة رقم 39. كما تشاهدون هنا المراحل كلها مختمة، فقط عندي آخر واحدة 39. 40 غلقتها، باقي 39، وباقي في 39 درجة واحدة فقط. طبعا اسلوب التعليم فيه في نفس التطبيق جدا شيق وجدا ممتاز وسهل طبعا. يعني يمكن تجي صعوبة اول مرة في تعلم الكلمات، بس بعد ذلك تحفظها بسهولة وتستطيع التعلم فيه بسهولة وتتعود عليه، ويعني ما تقدر تفكه بعدين نهائيا، لانه بيصير معك كل يوم بتتعود عليه. كل يوم لازم تدخل تكمل الحماسة، تاخذ كلمات جديدة، تدرس كلمات جديدة، تتعلم نطق كلمات جديدة. بالنسبة للتطبيق استخدامه سهل، والمراحل اللي فيه سهلة جدا. يعني حتى مش لازم ان احنا نتقدم في مرحلة جديدة اذا شفناها صعبة، لا، نذاكر في المراحل القديمة. المراحل القديمة اذا فتحتها خلاص تستطيع الدخول لها من غير ما تكون عندك جواهر، ولا من غير ما يكون عندك القلوب الحمراء. طبعا اذا كملت المرحلة الاولى والثانية والثالثة خلاص بعد ذلك مش لازم انك تتقدم اذا ما عندك جواهر وقلوب. تستطيع انك تذاكر تراجع القديمة لكي تحافظ على حماستك. بعد ذلك اذا جمعت جواهر وقلوب تستطيع التقدم في المراحل اللي بعد كده. أخيرا أنجزت الإنجاز الأهم في تطبيق الدولينجو. طبعا التطبيق جلست فيه عدة سنين، مدة 4 سنين. طبعا أنا ما كنت كل يوم أخذ دروس جديدة فيه، كنت أحيانا أراجع فيه، أحيانا أكمل الحماسة حقت الأيام علشان لا تروح مني، أحيانا أكون مشغول أخذ فقط درس يعني بس مراجعة، لأنه كل يوم لازم أكمل الحماسة فيه. أنا كملت الحماسة فيها الآن لمدة كم يوم؟ 1518 يوم، بس اليوم ختمته كامل، المستويات كاملة كما تشاهدون هنا عندي من الوحدة الأولى إلى الوحدة الأربعين كلها كملتها. طبعا التطبيق جدا جدا ممتاز في التعليم، يعلمك النطق، يعلمك الكتابة، يعلمك الكلمات، يعلمك القراءة، يعلمك كل شيء. طبعا التطبيق ذا جدا ممتاز وفيه مستويات جدا رائعة. طبعا أنا أستخدم النسخة المجانية الذي فيها إعلانات، لكن أحيانا لما أكون شو اسمه أعمل دعوات لأشخاص آخرين ما يستخدموا الدولينجو وهم يشتركوا، التطبيق يجيب لي عرض معين لمدة، أحيانا المرة الأولى جاب لي لمدة أسبوع، المرة الثانية لما جبت أكثر جاب لي أسبوعين، بعد ذلك جاب لي شهرين. وذا الحين النسخة هذه فيها 6 شهور اللي هي مجانا. طبعا نسخة البلس، طبعا أنا ما تفرق عندي كانت نسخة البلس أو شو اسمه أو النسخة المدفوعة أو النسخة اللي فيها إعلانات، لأنها كلها واحدة ما فيها فرق. فقط هذيك فقط يجي إعلان لمدة 5 ثواني وأعمل له تخطي، لكن النسخة البلس ما فيها إعلانات فقط. الحاجات اللي الثانية فيها الجواهر هذه مفتوحة. طبعا أنا كان عندي جواهر كثيرة جمعتها شو اسمه من التعليم، ما كنت أصرفها، جمعت جواهر كثيرة. كما تشاهدون عندي هنا جواهر 27743، أحتاجها فقط أحيانا لما أوصل للمستوى الأخير. المستوى الأخير هذا ما تدخل كل درس تدخله ب40 جوهرة، لكن إذا أنت في نسخة البلس بتدخله مجانا. هذه هي الميزة الوحيدة في الجواهر. طبعا أنا أستطيع تختيم المراحل كلها لما أوصل للأخيرة هذه، بعد ذلك إذا ما عندي جواهر أستطيع الاشتراك، أستطيع التحفيز، أخذ الجواهر عن طريق مشاهدة الإعلانات في نفس التطبيق. يجيبوا لي شو اسمه إعلان أتفرج فيه، ولا إني أنجز درس أو درسين ثلاثة لما أوصل 50 إكس يجيبوا لي جواهر. طبعا هذه هي الطريقة الرسمية للجواهر. الجواهر ما بنحتاجها، ما بنحتاج إن احنا نشترك في البلس أصلا نهائيا، نحن نستطيع استخدامه من غير استخدام البلس أصلا. أنا استخدمه كم سنة من غير ما أوصل لنسخة البلس. نسخة البلس هذه جتني في الأيام الأخيرة، بس استفدت منها إني في الاختبارات الأخيرة هذه، المرحلة الأخيرة التي هي آخر مرحلة، آخر مرحلة هذه لما أدخلها دائما يجيني شو اسمه يطلب مني كل ما أدخل الدرس 40 جوهرة فقط أستخدمها في هذا الوقت. أما بالنسبة للإنجازات اللي هي موجودة عندي في الدولينجو، طبعا كما تشاهدون هنا عندي إذا دخلت على صفحتي الشخصية، طبعا عندي أيام الحماسة الذي هي 1518 يوم. طبعا أيام الحماسة هذه تلاقي فيها صعوبة إنك تحافظ عليها، لأن أحيانا يكون ما عندك شبكة، أحيانا يكون شو اسمه مريض، أحيانا يكون في تكون مشغول، أحيانا أيام عيد، أحيانا أيام رمضان، أحيانا تكون مسافر. يعني في حاجات كثيرة صعوبات تواجهك لما تحافظ على الحماسة هذه. لكن أنت إذا كان عندك نية وعندك حماسة تستطيع تخطي كل العقبات هذه.
أما بالنسبة للمستويات عندي هنا المستوى الماسي اللي هو آخر مستوى، ما في مستوى بعده. أنا محافظ على المستوى الماسي كما تشاهدون هنا، هذا آخر مستوى وصلت فيه. طبعا كل المستويات هذه تقدمت فيها وتراجعت فيها وتقدمت فيها وتراجعت فيها، بس آخر مستوى اللي هو المستوى الماسي ما في زيادة، يعني إني أتخطى المستوى الماسي لأنه آخر شيء. بس أحافظ على المستوى الماسي إني أجلس في المكان هذا الذي يكون 20 شخص هنا كما تشاهدون، 25 شخص. إذا نزلت عن المستوى هذا لهنا ترجع للمستوى الذي قبل هذا، لكن أنا محافظ على المستوى الماسي آخر مستوى. طبعا أنزل لهنا أحيانا إذا ما جديت أنزل للمستوى اللي بعده وأرجع للمستوى ذاك. لكن هنا كما تشاهدون عندي يبين لي هنا المستوى الماسي 1 أسبوع، لأنه الأسبوع اللي قبل هذا كنت في المستوى اللي قبله ورجعت في المستوى الماسي هذا. طيب هنا عندي المراكز الثلاثة الأولى 13 مرة. عندي إجمالي الإكس بي الذي هي درجات تقريبا 150,550. طبعا هذه الإنجازات الثانية. هنا دعوات الأصدقاء، إذا أردت دعوات الأصدقاء لكي يحصل على نسخة البلس. هنا عندي الإنجازات متقدم بالحماسة، لقد وصلت حماستك إلى سنة واحدة، هذه المستوى العاشر. طبعا حكيم حصلت على 3000 إكس بي، 30,000. قاهرة التحدي هذه الحاجة اللي ما وصلت فيها. باحث مجتهد لقد تعلمت 2000 كلمة جديدة في منهج واحد. بطل لقد وصلت إلى المستوى الماسي. قناص لقد أكملت 100 درس دون أخطاء. فائز لقد حصلت على المركز الأول في لائحة المتصدرين. أسطوري لقد حصلت على المركز الأول في المستوى الماسي. اجتماعي لقد تابعت 3 من أصدقاء. محارب نهاية الأسبوع لقد أكملت درس يومي السبت والأحد. متألق في الصور. طبعا عندي هنا تجميد الحماسة، أحيانا يجيبوا لي يومين ولا يوم، أحيانا لما تكون مشغول وزي كذا ما تقدر تجميد الحماسة ده يشتغل معك. أنا ما استخدمته نهائيا. ليش؟ لأني ما كان في يوم كنت في أي وقت لازم أدخل عليه، حتى لو الشبكة ضعيفة ولا شيء، أكمل درس واحد وأخرج منه. بعد ذلك التطبيق يشتغل عندي، الحماسة تكتمل عندي. طبعا الإنجاز مش إني أتقدم، الإنجاز إني أحافظ على الحاجات اللي حفظتها، إني أحافظ على الكلمات اللي حفظتها، إني أطبقها، إني أمارسها. يعني الحين أنا لما أدخل الدولينجو لما يكون عندي وقت يعني كافي أو أستطيع إني أدرس فيه، أخذ القلم والدفتر وأكتب الكلمات وأكتب الجمل الذي أنا أكتبها في الجوال، لأنه في الجوال فقط بحفظها، بس لما تكتبها في الدفتر تحفظها أكثر، تحافظ على الذاكرة إنها تدخل في الذاكرة الداخلية للعقل. طبعا أنا كنت تشاهدون هنا عندي المستويات كلها تقريبا، أنا الحين في هذه المستويات كلها يمكن 4 أو 5 دفاتر. بس حاليا أنا بعد ما ختمت التطبيق، يعني مش إني أسيبه، لا، بحافظ عليه، بكون كل يوم بذاكر فيه. في كلمات نسيتها، في كلمات حاجات تكون الإملاء فيها غلط لازم أتأكد منها. بعد ذلك التطبيق طبعا إذا ما في ناس تطبق معاهم في الواقع، يعني ناس أمامك يعني موجودين تتكلم معاهم بالإنجليزي، تستطيع الذهاب إلى أي تطبيق فيه محادثات بالإنجليزي وتستخدمه. أنا استخدم التطبيق هذا التطبيق استخدمه. هذا طبعا فيه غرف دردشة بالإنجليزي، طبعا كله التدريب بالإنجليزي. إذا دخلت هنا مكان المباشر، هذا طبعا فيه مجاني وفيه نسخة مدفوعة. أنا إذا ذهبت إلى هنا البث المباشر، هنا كما تشاهدون عندي الرومات، أدخل على أي روم وأستطيع أنا أتحدث معاهم وأستطيع أستمع فقط. حين لما أكون مشغول فقط أشبك السماعة في إذني وأشغل الغرفة هذه وأخرج من التطبيق مباشرة. المحادثة تيجي شغالة، أنا أستطيع سماعهم والمايك عندي مسكر، يعني ما أتكلم معهم. إذا أردت فتح المايك والتحدث معهم حتى لو كنت مشغول، أهم حاجة إني أسمع في السماعة وأتكلم معهم عادي طبيعي. أو في الأخير لازم نعرف إن كل الوقت اللي اسمه بيروح علينا بدون فايدة ما بيرجع لنا نهائيا، لكن الوقت اللي بنضيعه في التعليم، في الدراسة، في التطبيقات زي هذه التطبيقات الإيجابية اللي نستفيد منها، الوقت هذا اللي بنستفيد منه. يعني أنا الحين في التطبيق هذا استفدت حاجات كثيرة، تعلمت اللغة، تعلمت الصبر، تعلمت المثابرة، تعلمت حاجات كثيرة في نفس التطبيق هذا. استطيع يعني افتخر اني ضيعت وقت، يعني ضيعت فيه كم ساعة كل يوم، كل يوم كم ساعة. يعني في احصائيات عندي هنا موجودة، ضيعت كم ساعة فيه. في يوم واحد فقط جلست فيه 4 ساعات. انا فقط في التطبيق كان في مسابقة ودخلت فيها
وكنت مركز جدا على المركز الأول. يعني في اللحظات الأخيرة نزلت من المستوى الأول للمستوى الثاني فقط، بس كنت متقدم طول اليوم. بس آخر لحظة الذي باقي 5 دقائق ما قدرت أحسم الوقت، ورجعت للمستوى الثاني فقط. طيب المستوى الثاني برضو هو فيه انتصار، فيه فوز، بس يعني ذاك اليوم إني كنت 4 ساعات ضيعتها على أساس إني آخذ المركز الأول. من التحديات اللي هي موجودة في نفس التطبيق هذا، استطيع دخول التحدي هذا. هنا كما تشاهدون عندي أيام الحماسة عندي آخر المحطة التالية لازم تكون 1600 يوم. طبعا أنا عندي 1518 يوم. هنا عندي تجميد الحماسة عندي كما تشاهدون 5 في 5 مزود. ليش؟ لأني وصلت للمستوى هذا جابولي 5 أيام تجميد حماس استطيع استخدامه، بس أنا ما أحتاجها. طبعا رابط الحماس لقد حصلت على 3 من 3 جوائز. هنا أدخل عليها وأشوف. هنا إذا أردت تحدي الحماسة أنضم فيه. طبعا تحدي الحماسة للتحدي، انضم للتحدي. التحدي لمدة 30 يوم أحصل فيه على 400 جوهرة. انضم فيه. أنا ما في أي تحدي هنا إلا أدخل فيه. بعدين هنا رابط الحماسة أدخل عليه. كما تشاهدون أيقونات جديدة للتطبيق. أنا تغير الأيقونة عندي للون هذا. ليش؟ لأني وصلت 1500 يوم. هنا عندي تجميد 3 تجميد إضافية. هذه برضو جات عندي علشان وصلت ل 1500 يوم. هنا عندي مرتبة الصفوة تفاهة بعرض حماستك، وهذا أحصل على الجائزة. هاي طبعا حصلت عليها. طبعا التطبيق جدا ممتاز والأسلوب اللي فيه جدا حماسي. كما تشاهدون هذه كلها أنا ختمتها، لكن أستطيع مذاكرتها، أستطيع الدخول على أي واحد زي كذا وأبدأ فيه.